لو عاوز تبدأ تظبط فلوسك اعمل الثلاث حاجات دول. ناس كتير فاكرة ان ضبط الفلوس بيبدأ بزيادة الدخل، بس الحقيقة ان ضبط الفلوس بيبدأ من إدارتك ليها مش حجمها. كم مرة المرتب اتبخر وانت مش عارف راح فين؟ كم مرة فتحت الرصيد في نص الشهر لقيته اتبخر؟ ده عادي، كلنا مرينا بده، بس في ناس قررت تشتغل على نفسها وتغير الوضع حتى لو دخلها قليل او الظروف صعبة. تعالى نبدأ في ثلاث خطوات أساسية كل حد نجح مر بيهم. الخطوة الأولى: افضح الفلوس اللي بتتسرب منك. الدراسات بتقول إن أول خطوة لتحسين الوضع المالي هي تتبع المصاريف حتى الصغيرة جدا. امسك ورقة وقلم أو تطبيق على الموبايل أو حتى على الواتساب، واكتب كل مصروف بتصرفه حتى لو كان صغير، قهوة، مواصلات، حتى لو كان شيبس ب5 جنيه، اكتبه واستمر على كده شهر كامل. ليه ده مهم؟ لأنك هتكتشف إنك بتصرف 1000 جنيه أو أكتر في الشهر على حاجات ملهاش لازمة، زي قهوة وسناكس والخروجات العشوائية. يعني انت مش محتاج تزود فلوسك، انت محتاج تبطل النزيف اليومي اللي بيخلصها. دي كانت اول خطوه. استنى الفيديو الجاي هقول لكم على الخطوتين اللي بعد كده، ولو مستني الجزء الثاني اكتب لي في الكومنتات فاهم ومستني.